بره الاستوديو. ده نورك يا حبيبتي. لا وعايزاكي تعلي صوتك. ده نورك يا حبيبتي. عايزاكي بقى تعرفي كده الناس الاول يعني ايه كلمه ويدنج بلانر؟ يعني المسؤولة عامة عن الأفراح من الألف للياء علي صوتك بره. من الألف للياء، تمام. مسؤولة عن الأفراح والمناسبات. يعني انتوا بتبقوا مسؤولين عن ان انتوا تعملوا الديكور والديكوريشن للمكان، بتختاروا الالوان صح، وبتصمموا كل مسؤولين حاجه. عامة عن الكراسي، النور، الكهرباء، يعني من الألف للياء. تمام، يعني كل حاجه ليها علاقه بالالوان والديكور كله. انت تمام. عارفه انا بحب ايه كمان؟ الحاجات اللي هي بتبقى في الناس الستات اللي هي بتبقى والده في المستشفيات. الحاجات دي كمان انتوا بتصمموها صح؟ بتبقى جميله قوي، بتعجبني بصراحه. تمام. هو احنا طبعا لو جالك شغل مثلا، حد طلبك في محافظات او حاجه، مكان بعيد عليكي، هل بتروحي تعملي الشغل ولا يعني شغلك مقتصر على اماكن معينه؟ لا، احنا عامه متوفرين في كل مكان الحمد لله. يعني انتوا موجودين في معظم المحافظات وكل مكان بتقدروا تغطوه، مفيش اي مشكله في ده. أيوة. تمام. احنا طبعا يعني انا عايزه اعرف منك كمان حاجه. هو انت ازاي اصلا حبيتي المجال ده او دخلتي فيه او عرفتي ازاي ان انت محترفه فيه؟ بصراحه يعني انا لقيت نفسي فيه، ان انا بقدر ارسم البسمه على وجوه الناس. الفينش النهائي بتاع الديزاين عامه بيفرح نفسه وبيدي بهجه للمكان. بس ايوه، ما هو انت ازاي اساسا لقيتي نفسك ان انت بتحبيه؟ ما هو ممكن يكون البني ادم بيحب حاجه بس مش عارف ان هو محترف في الحاجه دي. ايوه طبعا. هي جت كده، يعني انا بصراحه كنت زعلت شويه، تمام. فقررت ساعتها ان انا يعني ما اقفش عندي مكاني، ان انا اعمل حاجه لنفسي، اثبت نفسي في المجتمع عامه. فعملت بيدج للشغل بتاعي، وتاني يوم بالظبط اخدت اوردر لشغل. تالت يوم اخدت بارتي الحمد لله. ومن يوم رساله لكل الشباب ان احنا ما نقفش في اي حاجه هتقع، ارجع قوم تاني يا جماعه. انت بداتي المجال طبعا من بقالك كذا سنه ولا بقالك لا، انا بقالي سنه وداخله في سنه ونص الحمد لله. واحنا طبعا في البدايه يعني عايزين نهنيكي ونبارك لك على المكان. كان ليكي طبعا، شفت ليكي مكان تم افتتاحه صح كده؟ امبارح. الله يبارك فيك. ده مكتب خاص بيكي صح كده؟ تمام. الف مبروك على المكان. الله يبارك فيك. كل فيك. المكاتب وكل الفروع وفي كل المحافظات. على فكره يا جماعه، روفا من اكتر الناس اللي انا بثق فيها جدا جدا، ومن اكتر الناس اللي انا بحبها، لانها كمان عملت صور بتاعت عيد ميلاد بنتي. عايزه اشكرك على فكره، عجبت كل الناس اللي جت بجد وكانت جميله، يعني بتتميزي عن كل الناس بامانه والله. تناسق الالوان طبعا تناسق الالوان مهم جدا في المناسبات يا مروه طبعا، صح كده؟ كل مناسبه طبعا بيبقى ليها اللون الخاص بيها، صح كده؟ صح. يعني احنا مثلا في مثلا رمضان غير العيد ميلاد، غير مثلا الافراح، صح مظبوط كده؟ طبعا. ولا احنا بنختار على حسب ما العميل عايز؟ لا، هو انا عامه بديلهم رايي في الاول، وفي معظم الناس بتسيب لي المجال ان انا اختار، ومعظم الناس اللي مثلا اقول لهم ايه الاحسن يقول لي خلاص انت فاهمه في الشغل، ف صمم.